السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا، ومعاكم ندى الحديدي. لو أول مرة تشوفيني يا ست الكل، أتمنى إن تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض بقسماط أحلى كتير ومراحل من بتاع الأفران. انتي عاملاه في البيت، واثقة من نظافته وواثقة من جودة الحاجات اللي بتستعمليها. فالمكونات زي ما أنا كاتباها لك فوق كده: 3 كوبايات ونص من الدقيق، ونص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من السكر، و3/4 كوباية من الزبدة، و3 معالق كبيرة من الزيت، ومية للعجن. هناخد كل مكونات الجافة اللي هي البيكنج باودر والسكر والملح، وهننزل بيهم على دي ونقلبهم تقليبة حلوة زي ما انت شايفة كده يا ست الكل، عشان كلهم يختلطوا مع بعض. بعد كده هتجيبي 3/4 كوباية من الزبدة وهتنزلي على دي بتاعنا. وطبعا الزبدة بتاعتنا بتكون في درجة حرارة الغرفة. وكمان هننزل على الزبدة والدقيق اللي عندي ب3 معالق من الزيت. و3 معالق الزيت دول بقى عشان خاطر لزوم القرمشة بتاعة البقسماط الحلوة بالزبدة، هتدينا طعم خرافي يا جماعة. طبعا في الأفران ما بيحطوش خالص الزبدة، هو كل شغلهم بالزيت. حتى لما تيجي تاكليها تحسي بحمو كده على قلبك بعد ما بتاكليها تحسي ان في حمو كده على صدرك. ده نتيجة استعمال الزيت بس. فالزبدة هنا هتطعم لي البقسماط بتاعنا، وشويه الزيت اللي حطيناهم هيدونا القرمشه المطلوبه. هتبتدي ان انت تعجنيها على يعني زي البس كده، طريقه البس ان انت انا عايزاها بعد ما تعجنيها، ويا سلام بقى ما بين كده ايديكي وتفركي كويس عشان يديكي النتيجه المطلوبه اللي هي زي رمله البحر كده. انا هفضل اعجن فيها شويه كده لغايه اما اوصل للنتيجه المطلوبه. ومش هتاخر خالص، اهو انا خلاص خلصت في السريع. زي ما انتم شايفين الطريقه اهي، بصوا شفتوا النتيجه. كل دقيق اللي عندي غلفته بالزبده، وبعد كده بقى هستعمل ميه للعجن. وعشان خاطري الباتون ساليه او البقسماط ما بيتحطلوش خميره. الطريقه الفرنسيه الصح هو بيكنج باودر بس. ولو باتون ساليه يعني بتنقصي كميه البيكنج باودر شويه علشان يفضل رفيع، ما يتخنش معانا في الفرن. تمام. هنحط هنا تقريبا نص كوبايه من الميه، وهنبتدي نعجن. ونص كوبايه بتهيألي هتدينا النتيجه المطلوبه. يعني انا حطيت دلوقتي نص كوبايه، هوريكم اهو نص كوبايه التاني لسه مليان، يبقى بالظبط نص كوبايه من الميه. ولو انتي مش بتعرفي تقدري كويس، حطي حبه حبه لغايه ما توصلي للقوام المطلوب. هنبتدي دلوقتي ان احنا نلم العجينه، مش هنعجنها، هنلمها بس زي ما انتوا شايفين كده بايديك الحلوين كده سيد الكل بقى كده ومع نفسك. لو عندك عجان هيبقى زي الفل وهتنجزي. طبعا ولو عايزه تزودي الكميه هتضاعفي، يعني مثلا بدل 3 كوبايات ونص من الدقيق هتحطي 7، وهكذا، يعني تضربي في 2. هسيبها بقى ترتاح تقريبا ساعتين، ولو ما عندكيش وقت كفايه قوي نص ساعه. هناخد بقى حته صغيره كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنبتدي ان احنا على الرخامه بتاعتنا الجميله النظيفه دي، وهتفضلي ان انتي يعني زي ما انتم شايفين كده من جوه لبره عشان خاطر تطول معانا البقسماط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو. وطبعا تفضلي تعملي كده لغايه لما توصلي للطول اللي انت عايزاه والرفع اللي انت عايزاه. تمام. وبعد كده تحطيه على صينيه، الصينيه بتاعتنا تكون مدهونه بالزيت، تكوني دهناها كده بشويه زيت صغيرين. وهعمل معاكم واحده كمان كده في السريع، اللي ما خدش باله اول مره ياخد باله المره التانية ولغايه بقى اللي خد باله من الطريقه الاولانيه يروح يحط لايك ويطلع لي لغايه لما التاني ياخد باله تمام كده زي الفل. خلاص خلصت الكميه. انت ممكن تعملي بطول الصاج وبعد كده تقطعي الطول اللي انت عايزاه، او بطريقه عشوائيه زي ما انا عامله، مفيش اي مشكله. ما نروحش نجيب البقسماط كله طول واحد بتهيألي يعني. هبتدي دلوقتي اجيب بيضه واحط عليها شويه او معلقتين كده من اللبن، وهتحطي معاهم فانيليا، كيس فانيليا، او تحطي معلقه من الخل. انا ما برجحش الخل، معرفش ليه، يعني بحس انه بيزود زفاره، مش بيقلل الزفاره خالص. فتحطي فانيليا احسن. وبعد كده او تحطي معاهم يعني سنه كده من اللي هي القهوه سريعه الذوبان، برضو بتدي نتيجه هايله، بتضيع الزفاره خالص. وبعد كده تدهني طبعا وش البقسماط بتاعنا زي ما انتم شايفين. بتحبي حبه البركه حطي حبه البركه، بتحبي السمسم بتحطي سمسم، بتحبي يكون مالح بزياده حطي شويه ملح فوق الوش، مفيش اي مشكله. طبعا في العجينه بتاعتنا المفروض نحط كمون حصى لو انت بتحبي، بس انا طبعا الاولاد عندي بيحبوش الكمون الحصى جوه العجين، فانا طبعا استغنيت عنه. بس هي الطريقه الصح بتحطي معاها معلقه كبيره من الكمون الحصى. ممكن برضو تحطي كمون فوق الوش زي ما انت عايزه. هكمل الكميه كلها وارجع لكم في السريع. كملت الكميه كلها طبعا، هتاخدي الحلوه دي وهتحطيها على الرف الوسطاني في الفرن على درجه حراره تقريبا
180 او 200 درجة، وتحطيها لغاية لما تاخد اللون الحلو اللي قدامكم ده. طبعا انا عايزة اقول لكم حاجة عينكم عليه يا جماعة، لان عندي كذا واحدة اتحرقت كده من الطروف اهي عشان فانتوا خلوا بالكم. تمام. وكمان كانت الكاميرا ظلمه لان كان النور عندي قاطع، فده على نور الموبايل، فالنتيجه ما كانتش ظاهره قوي، فمعلش بقى سامحوني. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم ويكون رضاكم واكون خفيفه على قلبكم. اتمنى طبعا تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.